كيكة طرية طراوة رهيبة بجد، طرية وطعمها خطير وهشة ومرتفعة، وعايزة اقول لكم ان طعمها يجنن وريحتها كده بجد خطيرة. هاتي كده حبة مكونات موجودة عندك في البيت وان شاء الله هتبقى موجودة عندك، وتعالي نعمل مع بعض احلى كيكة زي ما انت شايفة كده، هشة وطرية وبصوص يجنن. اظن الجو ده مش محتاج غير حتة كيكة كده بالشوكولاتة ومعاها كوباية نسكافيه، بجد خطير. تعالى نعمل النهارده كيكه هشه وطريه زي ما انت شايفه كده وبصوص خطير. نقول كده بسم الله. وقبل ما ابتدي الوصفه احب اعرفكم بنفسي، انا اسمي اميره داوود، دي القناه بتاعتي. لو لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. نقول كده بسم الله. وبجيب بوله وبحط فيها 4 بيضات بدرجه حراره المطبخ، بضيف عليهم نص كوبايه من السكر، ممكن تضيف السكر زي ما انت حابه، بس انا بالنسبه لي السكر ده تمام. بعد كده ببتدي ان انا احط عليهم ذره من الفانيليا، وفي الخلاط عندي بالمضرب الكهربائي بضرب لحد لما لونهم يبقى فاتح ويتضاعف حجمهم بالشكل ده. بعد كده بضيف عليهم كوبايه الا ربع زبده على زيت، او زبده بس او زيت بس الزبده بتدي طراوه حلوه قوي للكيك. وبعد كده بديهم ضربه وبحط عليهم كمان كوبايه من اللبن الدافي، بديها ضربه كمان بالمضرب، وبعد كده بشيل المضرب تمام. بجيب كوبايتين من الدقيق بنخلهم بس كويس جدا، وبضيف عليهم باكو من الكيك شيف او معلقه كبيره من البيكنج باودر. ببتدي ان انا برضو انخل البيكنج باودر كده، وبضيف عليهم كمان معلقتين كبار من النشا بنخلهم. وبعد كده بالويسك العادي جدا ببتدي ان انا اقلب لحد لما يختفي الدقيق، ما بقلبش كتير عشان الكيك ما بيتقلبش كتير، يا دوبك بس الدقيق يختفي. وبعد كده ببتدي ان انا اضيف معلقتين كبار من الخل بيدي هشاشه حلوه جدا للكيك. بعد كده بديها تقليبه كده وبتاكد ان مفيش اي تكتلات من الدقيق. بجيب بقى صينيه بتاعتي او اي قالب عندك بدهنه بس كويس جدا زيت او زبده بالشكل ده، بدهنها كويس جدا زيت او زبده. انا دهنتها كده زبده كويس جدا عشان اقدر ان انا اطلع الكيك بكل سهوله بعد التسويه. بكون مولعه الكيك قبل ما اشتغل في الكيك، مولعه الفرن على درجه حراره 180. بضيف كده الكيك بتاعي وبديله كده خبطتين 3 عشان اطلع الهواء. بتطلع معايا بعد 40 دقيقة، من 35 دقيقة ل 40 دقيقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما بتبرد ببتدي ان انا افرغها كده من الجوانب وبقلبها، وبتطلع معايا بكل سهولة. شايفين ارتفاع الكيك عامل ازاي؟ بجد يجنن. نحضر بقى الصوص الخطير ده، ممكن تقدميها كده وممكن تعملي معاها صوص حلو جدا. ببتدي ان انا اجيب كوبايه من الحليب، بحط عليهم معلقه كبيره من الدقيق ومعلقتين من السكر، بقلبهم الاول على البارد لحد لما السكر يدوب تماما، وبعد كده برفعها على النار وافضل اقلب فيها على نار متوسطه لحد ما تتقل معايا كده. بعد ما بتتقل ببتدي ان انا احط 150 جرام شوكولاته بيضه، عايزاها شوكولاته دارك زي ما انت شايف ان انا حطيت كده حلوه جدا، وعملتيها بصوص ابيض برده تحطي شوكولاته. بعد ما اتاكد ان الشوكولاته دابت تماما في الصوص بدرجه حراره الصوص، طبعا انا طفيت النار اول ما حطيت الشوكولاته، وبحراره اللبن او حراره الصوص بتبتدي تسيح لي الشوكولاته بالشكل ده. ببتدي ان انا اضيف الصوص على الكيك بعد طبعا الكيك ما يبرد تماما. بعد كده بقدمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بس عايزه اوريكم الكيك من جوه عامل ازاي، طراوه غريبه. بجد جربوا الوصفه دي هتعجبكم جدا. حطوها كده ضمن قائمة الكيك بتاعتكم في الشتاء اللي احنا فيه ده. بجد جربوا الوصفة دي حلوة جدا. شايفين الصوص عامل ازاي؟ ممكن كمان تحطي قطع من البسكوت الاوريو، كان عندي كده باكو من قطع الاوريو كسرتها عليه، بتضيف الاضافات اللي موجودة عندك زي ما انا قلت لك. ممكن تعملي الصوص ابيض، تشيلي الشوكولاته الدارك وتحطي شوكولاته البيضه. يا رب النهارده تكون الوصفه عجبتكم، هتوحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.